بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نبدأ نشرح درس الإنشاءات الهندسية. الإنشاءات الهندسية أول حاجة عندنا بتتكلم على تنصيف الزاوية. أول مثال بيقول لي ارسم زاوية قياسها 100 درجة ثم نصفها مستخدما المسطرة والفرجر. الفرجر ده اللي هو البرجل. طيب أنا عشان أول حاجة نرسم الزاوية، أول حاجة بنرسم قطعة مستقيمة بأيا كان طولها، فبرسم قطعة مستقيمة أهي. الطول مش لازم يبقى معروف. تاني حاجة ببدأ أقيس الزاوية 100 درجة. طب كنا بنقيس الزاوية ازاي؟ عن طريق المنقلة. هنبدأ نخلي مركز المنقلة عند بداية القطعة المستقيمة اللي احنا رسمينها، وابدأ اعد لحد 100. فين 100 درجة؟ خلي بالك ان انا عندي هنا قيمتين ب100، 100 دي وال100 دي. طيب انا هاخد انهي واحدة؟ انا لو وقفت على يسار القطعة المستقيمة فانا بمشي بالصفر اللي هو بتاع اليمين ده، اللي هو 0 10 20 30 لحد ما اوصل لل100. ال100 هنا فهنحط ايه؟ نقطة. هنعمل ايه بعد كده؟ هنوصل النقطة بالقطعة المستقيمة دي. كده احنا رسمنا الزاوية اللي هي قياسها 100 درجة. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هننصفها. طيب علشان انا انصف الزاوية هستخدم البرجل بتاعي. اول حاجة هنفتح البرجل فتحة صغيرة كده، مش مناسبة ولا هي كبيرة ولا هي صغيرة. هنقف بالمركز بتاع البرجل بسن البرجل عند رأس الزاوية او النقطة اللي انا كنت، وهرسم قوس يقطع الزاوية دي في نقطتين زي كده بالشكل ده كده بالظبط. هنفتح البرجل شوية كمان وهنيجي نقف بالبرجل بتاعي عند نقطة التقاطع بالشكل ده، وهنرسم قوسين تاني بنفس الشكل ده كده. ده القوس الأول أهو، وهنيجي اليمة التانية ونرسم القوس التاني برضو بالشكل ده كده. هتلاقي إن القوسين دول اتقطعوا في نقطة واحدة، إن هي دي. هنوصل النقطة التقاطع دي برأس الزاوية، يبقى أنا كده رسمت منصف الزاوية. يبقى الزاوية دي اتقسمت كده نصين، النص ده 50 درجة، وهنا برضو نفس الكلام 50 درجة. ولو عايز تتأكد ممكن تقيسها. الشكل التاني اللي أنا عايز أنصفه هو القطعة المستقيمة. عشان أنصف قطعة مستقيمة أو أرسم لها محور تماثل، أول حاجة زي المثال التاني ده بيقولي ارسم قطعة مستقيمة AB طولها 4 سنتي وقم بتنصيفها باستخدام المسطرة والفرجار. أول حاجة هنرسم القطعة المستقيمة طولها 4 سنتي، هنقيسها بالمسطرة. هنجيب المسطرة بتاعتنا ونبدأ نقيس عليها أو نرسم عليها 4 سنتي. بس خلي بالك لما أجي أبدأ مبدأش من أول المسطرة، أبدأ من أول الصفر زي هنا كده بالظبط، وارسم لحد ما اوصل لل4. كده انا رسمت ال4 سنتي، وهنبدأ ايه؟ ننصفها. عشان انصف دي بننصفها عن طريق البرجل. طيب نعمل ايه؟ هقف بسن البرجل عند بداية القطعة المستقيمة، نرسم قوس لفوق بالشكل ده، وقوس برضو لتحت هنا بالشكل ده كده. تاني حاجة هنيجي من عند الطرف التاني ونعمل نفس الكلام. هاجي هنا اقف بالطرف التاني بنفس الفتحة بنفس القياس، ونرسم قوس لفوق وقوس لتحت بالشكل ده. لو لاحظت هتلاقي ان القوسين دول اتقطعوا في نقطتين، في النقطة دي والنقطة دي. هنوصل النقطتين دول ببعض، يبقى ده كده اسمه محور التماثل. ممكن نكتب هنا بقى اسم القطعة المستقيمة اسمها ايه؟ بي، ودي هتبقى 2 سنتي، وهنا برضو 2 سنتي. الفكرة التالتة معايا رسم المثلث. رسم المثلث ده ينفع ارسمه بكذا طريقة. أول طريقة إن أنا أعرف أضلاعه التلاتة، ودي خدناها في الترم الأول. أول حاجة قلنا عشان أرسم المثلث اللي أضلاعه 6 سنتي و5 سنتي و3 سنتي، قلنا أول حاجة بنرسم الضلع الكبير 6 سنتي ونخليها دي القاعدة. فبقيس بالمسطرة بتاعتي 6 سنتي. هاجي أرسم أول حاجة القطعة المستقيمة 6 سنتي،
هاجي من عند الصفر وابدأ اقيس لحد الستة زي كده بالظبط. تاني حاجة هنعمل ايه؟ هنبدأ نقيس الضلع اللي هو ال5 سنتي. طبعا مش هرسمه بايدي ولا بالمسطرة. انا اول حاجة هنجيب البرجل بتاعنا ونقيس بالمسطرة 5 سنتي. البرجل بتاعي اهو، فهبدأ اقيس البرجل او افتحه 5 سنتي بالشكل ده، وهاجي عند البداية هنا او عند بداية القطعة المستقيمة ونرسم قوس بالشكل ده كده، وهنبدأ نقيس 3 سنتي زي كده بالظبط، ونيجي عند الطرف التاني بتاع القطعة المستقيمة ونرسم نفس الكلام ونرسم قوس برضو زي كده. هتلاقي ان القوسين دول اتقطعوا في نقطة واحدة. النقطة دي هي رأس المثلث، فهنوصل الرأس دي بداية القطعة من هنا، وهنوصل برضو القطعة دي بالرأس التاني. مثلث A B C ده كده 6 سنتي، هنا ده 5 سنتي، وده 3 سنتي. الفكرة التانية ان انا لو عندي عايز ارسم المثلث بس معلومية ضلعين وزاوية، بيقول لي ارسم المثلث اي بي سي الذي فيه اي بي 7 سنتي وقياس زاوية A يساوي 100 و AC يساوي 5 سنتي. اول حاجة هنرسم لحد 7 سنتي. تاني حاجة هبدأ اقيس الزاوية اللي قياسها 100. قلنا هنقف بمركز المنقلة عند بداية القطعة المستقيمة واقيس لحد 100. طيب هنا 0 10 20 30 لحد 100، وهنحط نقطة، هي دي النقطة بتاعتنا. تاني حاجة هبدأ اقيس من عند النقطة دي لحد بداية القطعة المستقيمة بس يكون 5 سنتي. فانا هاجي بالمسطرة بتاعتي واقف في بدايتها عند بداية المركز كده، عند بداية القطعة المستقيمة، ونقيس لحد الخمسة من أول هنا. فهبدأ أقيس قطعة مستقيمة طولها 5 سنتي بالشكل ده. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنوصل الضلع التالت بنهاية القطعة المستقيمة، يبقى أنا كده رسمت المثلث بتاعي. وهنوصل النقطة دي بالنقطة دي، يبقى أنا رسمت كده المثلث بتاعي. يبقى القطعة دي كده طولها 7 سنتي، والقطعة دي طولها 5 سنتي، والزاوية بتاعتي 100 درجة. تالت فكرة معايا ان انا لو معايا زاويتين وقطعة مستقيمة، اول حاجة هنرسم القطعة المستقيمة اللي هي طولها 5 سنتي. فهاجي بالمسطرة بتاعتي برضو ونقيس قطعة مستقيمة طولها 5 سنتي زي ما القياس موجود قدامنا كده بالظبط، 5 سنتي اهي. طيب تاني حاجة هنعمل ايه؟ هنقيس زاوية قياسها 100. فهاجي بالمنقلة بتاعتي بداية القطعة المستقيمة بالمركز، زاوية قياسها 90، الزاوية 90 هنا اهي، فنحط نقطة. الزاوية التانية قياسها كام؟ الزاوية التانية قياسها 40 درجة، فهاجي هنا بالمنقلة برضو ونقيس 40 درجة هنا اهي، وهنوصل النقطتين دول بالقطعة المستقيمة بتاعتي. القطعة دي الطرف ده هيتوصل بالشكل ده بالنقطة بتاعته، والطرف ده برضو يتوصل بالنقطة بتاعته. هتلاقي ان المثلث اترسم. يبقى كده ده مثلث الزاوية دي قياسها 90 درجة، والزاوية دي قياسها 40 درجة. هنا A B ودي C. هتلاقي ان القطعة دي طولها 5 سنتي، والزاوية هنا 90 درجة، والزاوية دي ب40 درجة.